السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. في أواخر رمضان اوعوا تفكروا إن عمايل البسكوت والكحك بس هي اللي هتشغلنا، لا كمان هننبت حلبة ونعمل ترمس. ريحة البيت بتاع زمان، الحلبة اللي منبتة اللي كانت ضيافة الضيوف في العيد. تعالي بقى معايا أقولك إزاي تعملي الحلبة وتنبت معاكي صح وما تبص معاكي والترمس كمان ما يمررش. هجيب كوباية حلبة، الكوباية دي هتعمل معاكي كمية كبيرة جدا. نقيها واغسليها كويس ونقعيها في مية من بالليل للصبح. النقع بتاع المية ده بيخليها تبقى سريعة معاكي في التنبيت وتنبت صح. وكمان الحقي اعمليها من دلوقتي عشان تلحق تنبت للعيد، اذا كانت الوقفة او الخميس او الجمعة هتلحق تنبت معاكي. هنقع بقى كوباية الحلبة كده وانضفها كويس، وهسيبها في المية بتاعتها لحد الصبح. وكمان هجيب نص كيلو ترمس، اذا كنت بتعمليه مر فهتعمليه بدري شوية، واذا كنت بتعمليه من الحلو بتاعنا اللي بتاع دلوقتي مش هيغيب معاكي كتير. هنقع برضو الترمس بتاعي في مية برضو من بالليل للصبح. هسيبهم الاتنين كده على جنب لحد لما اشتغل فيهم مع بعض الاتنين مع بعض. كده الترمس والحلبة بتوعي اتنقعوا للصبح. تاني يوم الصبح بقى الترمس نفش كده وبقى شكله جميل وشرب المية بتاعته. هجيب بقى حلة مية على النار وهنزل فيها بالترمس بتاعي، وهسيبه يغلي لحد لما اجس الترمس واشوفه استوى ولا لا. هسيبه بقى يغلي مع نفسه وارجع للحلبة. الحلبة هنا معايا شربت الميه بتاعتها اهي وبقت زي الفل. هرمي بقى الميه اللي هي منقوع فيها دي وهشطفها بميه نظيفه. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هجيب الاطباق دي بتاعت رز بلبن، بتاعت الوجبات الصغيره اللي احنا بنعملها. فاشتريت الاطباق دي عشان يا دوبك يبقى على قد الفرد. هخرمها من تحت بشوكه او بسكينه او باي حاجه، لازم تخرميها عشان الميه اللي هتسقسقي بيها الحلبه لازم تتصفى وتنزل، عشان لو ما نزلتش الحلبة هتعفن معاكي. فهخرم كده كمية الأطباق اللي أنا جايباها وهعمل لها فتحات وهبتدي أعبي الحلبة. كمية الكوباية بتاعت الحلبة دي خدت 10 كوبايات من دول، بس أنا عملت قدامكم 5 بس. هحط بقى كده نص الكمية، يعني نص الطبق، مش هعمل الطبق على الآخر لأنه لما بينزل الجدر بيعلى. فعلشان ما يعلاش معاكي ويدبل معاكي وينشف من الهواء هتعبي نصها عشان لما تكبر معاكي يا دوبك تبقى ملو الطبق. املي بقى كل طبق كده نصه. وبعدين في بقى مكون مهم جدا، وهو المناديل، مناديل كلينكس بتاعة المطبخ التخينة مش الرفيعة. هغطي كل طبق بمنديل على 2. وضروري الحتة دي ما تقوليش هحط فوطة او هحط حتة، لا هي لازم مناديل. مناديل بتشرب المية وبتنشف بسرعة، في نفس الوقت مش هترصب المية على الحلبة. هسقسق بقى المناديل كده بشويه ميه صغيرين خالص علشان ارطبه، بس مش ابله قوي لغايه درجه ان هو يتهرى يعني. وبعدين هجيب صينيه وهحط الاطباق دي كلها عليها وهغطيها بفوطه منديه، فوطه بتاعت المطبخ منديه. كل يوم بقى هعري الحلبه وهسقسقها واسيبها لحد لما احس انها نبتت معايا وبقت بالطول اللي انا عايزاه. هرجع بقى للترمس بتاعي اديله تقليبه كده واشيل الريم من فوق الوش وبهشوفه استوى ولا لا. اذا لقيتيه استوى معاكي وتمام، يعني بيقرش كده مش تسيبيه اتهرى، ما يتهراش خالص، لا لازم الترمسيه تتقطم معاكي، ما ينفعش تسيبيه يتهري يعني. عشان كده لازم تكوني متابعاه اول باول على النار. وضروري تشيلي الريم اللي فوق الوش عشان ده البروتين الزياده اللي بيبقى جوه الترمس. لو الترمس مر هتسيبي عليه الميه كل يوم بالليل، يعني مده ساعه كده لازم تغيري له ميه كتير جدا جدا لغايه لما تدوقي الترمسيه تلاقي المراره بتاعتها راحت. لو الترمس حلو يعني ما فيهوش مراره هتغيري عليه ميه مرتين بس، وبعد كده خلاص هتعملي له التتبيله بتاعته بقى، تحطي عليه شطه، تحطي عليه ليمون زي ما انت عايزه. الملح بتاعه بتظبطيه وبتحطيه في علبه محكمه وبتشيليه في التلاجة لغايه لما تستخدميه. انا عشان جايبه الترمس بتاعي مش مر فغيرت عليه ميه مرتين، وهحطه بقى في علبه محكمه الغلق واحطه في التلاجة بعد ما اظبط الميه الملح بتاعها. بصوا بقى الحلبة تاني يوم هشوف بقى طولها بقى قد ايه او التنبيت بتاعها بقى قد ايه. طبعا هسقسق بقى المناديل برضو كل يوم، هي بتقعد يومين 3 تقريبا عقبال ما تنبت معايا التنبيت اللي انا عايزاه. ده كده اول يوم لسه مش قوي ابتدت اهي.
هسقسقها واغطيها واسيبها لتاني يوم. تعالوا نشوف تاني يوم بقى. بسم الله ما شاء الله، بصوا الجمال. اهي نبتت معايا وبقت زي العسل. طبعا هي بتبقى اطول من كده، بس انا حبيت اوريها لكم بتبقى طولها عامل ازاي. الفتحات اللي تحت بتنزل الميه اول باول، ومش بتخلي الحلبه تعفن، ومش بتخليها تبقى يعني فيها سلجمه كده. بصوا بقى كده، بصوا الجمال، طعمها تحفه. الحلبه دي مفيده جدا، فيها نسبه حديد عاليه جدا، مقاومه للمغص بتاع البطن، بتهدي القولون، بتريح المعده، فيها فوائد عظيمه يعني. بصوا الجمال. طبعا زمان كان اهلنا بيعملوا الحلبه دي اساسي في العيد الصغير، كانت من ضمن وجبات الضيافه في العيد. كل سنه وانتم طيبين، جربوها واعملوها لاولادكم ورجعوا ايام زمان، وكل سنه وانتم بخير. سلام.